السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الحال يا الله. أخ. الله يخليك. انت زين وتريح؟ ايوه نعم، فاتحة. كده الفاتحه دي هسه خليها. يا مدحت كوي حتى انا مدايب منك يا زين الفاتحة. تفضل. الله كسركم. اسمع يا ضريح، ها؟ ابوك مسرح لي البيت، ها؟ وباعوا لي وبصم لي وماضي وختم لي وعندي شهود كمان، وترى تطلع لي من البيت ده هسه. بيتك ده تطلع لي منه هسه تيجي. نعم سمعته يا اخي ما توطي صوتك، نحن في بك يا زول. والضريح طلع لي من البيت. تصحبان ابوي القمرتية صح؟ للاسف بيننا احنا ذاتنا. طب تخافوا والله؟ ما عندكم دم؟ مجانين انتوا؟ يا اخي انا ابوي ده دمه لسه ما برد، جايين تقول لي كلام زي ده في ظروف زي دي؟ بعدين ابوي رهن البيت كيف؟ سكرتوه؟ غشيتوه؟ هل يجوز انه تكتب لك زول سكران كلام زي ده؟ انتوا البلد دي قايلين ما فيها قانون؟ قانون؟ قانون ولا احتيال؟ اسمع، ابوك هذا هنا بصب لي على الورقه دي موقع عليها وعندي شهود كمان. ويا اخوي لو عندك راي امشي لابوك هناك فوق قول لي يا بابا ليه عملت كده؟ ها؟ بعدين اسمع، ابوك امس اتحرق واتفحم ما طلعت الا اسنانه. ها؟ ما عرفوا سكران والله واعي، اللهم كيف دي؟ بابا بابا. طيب يا اخي وطي صوتك. يا اخواننا انا هسه اطرد النازل من الصيوان ده، اقول لهم اطلعوا ده ما بيتنا، تبقى علي مصيبه وفضيحه. انا امي عيانه يا اخواننا، عندها ضغط. ابوي مات ما تم 24 ساعه. اقول لها نطلع من البيت تدا تفقدون امي. يا اخواننا خافوا فينا الله. يا ولد نحن حيلتنا دي، نحن حيلتنا في الدنيا بيتنا ده. يا ولد ما ترغب لي، ما ترغب لي يا ولد. اطلع لي من البيت هسي. اطلع لي. صوتك ده يا اخي. مدحت ما دايرين فضائح يا مدحت يا اخي. اسكت يا عثمان. ما انت عندي ولا مدحت. اطلع لي من البيت هسي. دقيقة يا اخي دقيقة خليني انا اتكلم معك. يا زين السلام عليكم. اسمع كلامي انت يا اخي. انت بيرضيك كم يوم تفضي له البيت ده يا اخي؟ ده زول لا يوق ده يا اخي. كم؟ ادوني اسبوع، انا امي دي عيانه، خلوها تهدى بس عشان اقدر اقول لها خبر زي ده. اسبوع بس. اسبوع كثير، يومين بس تتخرجين من البيت ده. افضل لي عفشك. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. الله على الظالم وربنا يمهل ولا يهمل. حسبي الله. يا الريح امي، حي الريح، حي الريح امي عليك، حي يا ابو زين. انا اللي مشيت وين ولا اللي بقي يا اخوان؟ يا الريح حي يا بنت. خليتنا نبني يا الريح، خليتنا نبني يا الريح. امي عليك الله. انا اللي يا ابو هدى امي، انا اللي يا ابو هدى تحت ابوك امي، انا اللي يا ابو حالة. متذكر يا حالة، متذكر يا حالة. بقول لك شنو؟ بقول لك ده يا حبيبي وده عريس لك يا حالة. وما علي وما علي وما علي يا حالة. وما علي ابوك ما صحيك وما علي وما علي وما عليك الله. وما علي وما علي وما علي. امي يا صحتك عليك الله يا امي. لا عليك الله يا امي. دايرين لك يا امي ما تاجي لك يا امي. امي يا صحتك يا حبيبتي. يا امي عليك الله خلاص. امي استغفري يا امي. عليك الله. يا عدول بعلوه مقعدك برا شنو يا زلمه؟ خليتك قاعد جوا الصيون. لا اجي شربت لي سيجاره بس يا ربنا يرحمه عمر الرياح يا. تعرف يا علي؟ الزول ده قالوا مش متحرك ما فرزوا رماده من رماد التكسحب. لا حول ولا قوه الا بالله. والله ما فرزوا رماده من رماد التكسحب. لا اله الا الله. وعلى التعتيره كمان التاكسي طلع تامين ما مؤمن. تجادي والله يا الله ربنا يرحمه يا. لكن بيني وبينك يا زول ربنا يريحه من الراجل ده. الراجل ده سكران وحيران يا زين نولد الزين ده والله. والله يا عدول انا خايف على اولادي. وضعهم المادة صعب شديد يا اخي، صعب شديد وضعهم صعب شديد. يا. والتاكسي كل اللي كان حيلتهم بس يتحرك. ايوه والله انا خايف على اولادي من الشلهة والبهدله يا اخي. الله ربنا يرحمه بس.
شاء الله بركة فيكم الدوام لله. جبر الله كسركم، أحسن الله عزاكم الزين. فقد واحد. الحمد لله يا عم الفاتح، الحمد لله على كل شيء. الحمد لله يا زين. الريح أخوي ده يا ما حذرته من الشراب والسكر ده. يا الريح سكر لا، كأني ما قاعد أقول له حاجة. ساد أعضان بطينة والثانية بعجينة. قدرت ما تكلمت معاه ودي النتيجة بتاعته. أها مات وسكران. عارف شنو الزين لما الزول يموت سكران؟ سوء الخاتمة يا زين، لا دنيا ولا آخرة. ده من ربنا ما شدد ما غضبان منه حرقوا في الدنيا دي قبل الآخرة. انت الفاتح ابوي ده ما اخوك؟ ياخده ما لحمك ودمك. انت جاي تعزيني ولا جاي تشمت فيني؟ يا اخي اذكر محاسن موتاكم. بعدين ما كفايه يا عمي الفاتح، انت ليك سنتين بيتنا ده ما دخلته، ما عارف عننا حاجه. مشكلتك مع ابوي خلطت الامور، بقت مشكلتك معانا نحن كلنا. تشاكلت انت وابوي يا اخي انا جدي تربته ما نشفت. وبالمناسبه ابوي ما عافي منك، مات ما عافي منك. مبسوط؟ أنا ما مبسوط. البريدك ريده يا زين، والما بريدك من جمر الصنوبر تزيده. اللي بالهضم ليك أكله، واللي بخنقك سيبه، والمحنة رزق وقت ما الله يجيبه يجيبه. الريح هو اللي اختار يخاصمني ويقاطعني. عارف ليه؟ لأنه أبوي اللي هو جدك يا زين قبل ما يموت كتب لي أملاكه أنا الفاتح ده كلها باسمي أنا. أبي يصدق الكلام ده، عشان كده قاطعني. وهو جدك عارف تماما إنه ولده اللي هو أبوك سكران حيران، بيمشي من أنداية لأنداية، من ترابيزة قمار لترابيزة قمار، راجل غير مسؤول. ده لو كان عايش شهر واحد يا زين كان رهنكم انت واخواتك في ترابيزة القمار، وده الزيت يا زين. كذاب يا عم الفاتح، لانه ابوي ده ما بدا يسكر الا بعد ما جدي كتب لك انت اي حاجه. وبالمناسبه نحن عارفين اي حاجه، والحله دي كلها عارفه اي حاجه، لانه انا حاضر جدي لما كان حي. انا واعي يا عم الفاتح، جدي ما كان عنده مشكله مع ابوي، ما كان عنده مشكله، كانت علاقتهم كويسه. اسال نفسك انت، جدي ده كتب الاملاك دي كلها ليك انت ليه؟ احنا عارفين يا عم الفاتح، احنا ما صغار. ها زين، ايه الكلام ده كبير عليك يا وليد، وانت ما قدره. عن اذنك. خالتي سمية انت ما حقدر اشوف بابا، يعني بابا تاني ما في؟ معلش يا هدوء يا حبيبي، احنا كلنا ماشيين وكلنا حنموت. احنا الدنيا دي فاضية وحنمشي لحتة احسن منها. حتى بابا مش حتة حلوة، اللي هو حيكون هناك مرتاح. انت بس ما تزعل وادعي له انه ربنا يغفر له ويرحمه. انا لسه ما شبعت من بابا. معلش حبيبتي معلش. زين يا زين، مالك يا طيب واقف برا؟ الله يصبرك يا اخوي، انا ما كنت دار اعمل الحركه دي جوا الصيوان. حركه شنو؟ هاك القروش دي لمينا لك من ناس مشي بيها حالك. عارفين البكيات دي صريفها كتير يا اخوي، وربنا يصبرك ويقويك يا اخوي. طول عمرك راجل اصيل يا طيب يا اخي. طيب راح جوا. بيا يا طيب. يا الله عزة، زين دمي ما مات ابوي، ما نزل ولا دمعة. انا خايفة عليه شديد يا عزة. بيقولوا الزول لو زعل وما بكى بيمرض. عزة انا عارفة وبيحبك شديد، عليك الله مش تتكلم معاه، يمكن لما يشوفك يبكي. عليك الله يا عزة. حاضر يا هالة، زين الحمل عليه كتير، الله يقويه.
تلاقى تنظف نفسك. تنظف نفسك؟ ناس الموت ها؟ انت زول اللي انا ما صحيح كده بمناسبة الموت دي ميجي الوفاة مالك؟ اللي توفى منه. توفى منو؟ انت قاعد في المرة دي بتعرف اللي توفى منو كيف؟ المات منو يا؟ المات منو؟ المات الريح ابو زين الدين ده توفى. الريح توفى؟ الريح ابو زين الدين توفى. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. لك الريح. الله يا سندي. انا عظمي. انا لك الريح. انا لك فضل الدار. انا يا سيد حلال. استغفر بعدين انت عارف انت ده شنو بتسوي ده؟ زي كده ما رجع. الريح غالي علي. الريح غالي عليك؟ الريح ده امك ولا ابوك ولا قريبك؟ الريح ده انا مما جيت الصالون ده ها الريح ده ما سمعت له كلمه، بيجي بقعد زي الصنم دق حلقت له تكش جرام فات ما لا عرفت صاحبك لا عرفت تتكلم ما تكلمت معاه ذاته. استغفر ربك وقوم راح للناس زي ما نمشي اللي يشوفوا حاصل لهم شو؟ يا قطعية الريح الزول الوحيد اللي يحلق عندي. الريح حمار. ثاني احلق له. يعني هسه من قبل ده بس عشان بس انت ثاني ما بتحلق لزول. قوم راح استغفر الله العظيم يا اخي استغفر الله العظيم. عزة هم زعلانين كده ليه؟ هم المفروض يكونوا فرحانين يا أخي. الله يريحهم، أبوهم 24 ساعة سكران وطوالي بدق أمهم وبدق زين قدام أخواته. يا أخي دول ارتاحوا راحة منه. يلاف الكلام ده غلط، نحن في بيت بكا بعدين اسكر ومحاسن ما وتاكل عليك. الله اسكتي ما اسمع لك صوت تاني. سكتة. السلام عليكم يا عادل. اهلا عبدو جهلا. مبارك شنو يا اخي؟ هاي انا كويس والله. يا اخي عليك الله اديني 3 من التونه دي يا اخي مسجله في الدفتر. وبالنسبه للحساب القديم انت ما واثق فيني ولا شنو يا عادل؟ عبدو يثق فيك انا حبيبتك؟ ده كلام شنو يا عدول؟ يا اخي ده انا كلامي كده يا عبدو. يا اخي انت عندك 20 صفحه مسجله في الدفتر ده باسمك يا اخي. يا اخي طيب ما كويسه معك. حرك لك دكانك الباهي تعال لك يا اخي. والله يا عبدو زول بايت في الحله دي غيرك ما. وشوف اخوي هوي نهايه الكلام عديل كده. انت عندك ايدين عندنا. سددته ما سددته ما في لك اي تونه. يا زول خلاص اديني من السردين ده ما في مشكله. لا عبدو شفت الكبريت الصغيره دي انا ما بديك لها. انت داير كده صح يا عادل؟ انا داير كده هذه طريقتي كده. انت يا عادل قروش النفايات البره دي دفعتها؟ نفايات بتاعتي انت مالكم ولا النفايات يا زلمه؟ مالي ومالها؟ بوريك انا مالي ومالها. الو؟ هيئة نظافة ولاية الخرطوم؟ يا اخي معاكم المواطن الصالح الدج. نحن بنعاني يا اخي متأزمين شديد من موضوع النفايات. وامبارح حبوبتي الردينة يا اخي طالع لها مشوار حتى رجلها كرتونه يا اخي اتقلبت 3 قلبات والله. الوصف نحن يا اخي في الدروشاب. وسبب الازمه دي يا اخي واحد اسمه بتاع دكان اسمه اديك خلاص بديك خلاص بديك. كده رصيدي قطع برجع لكم. لا علي يا زول اديني التونه. كويس. هاكل خدها جوا الكيس يا زول. خدها جوا الكيس يا علي. خدها قد كده؟ خدها اهي. هات. تسلم كثير يا اخي. الله صرت تعمل شنو؟ انا اسجل الحساب ده في الدفتر. ما سجله في الدفتر دي بالقوه يا علي. هو شنو عليك الله يا اخوي شنو؟ اسمع دي 3 بالصراحه دي بس كويس. كم دي؟ 300 جنيه. ما تحاسب كيف هدي؟ رزقوا لي بالقوه برضه. تبقى مارقه. والله اقول لك حاجه يا مدحت، والله كلام بدام اللي هو ده كعب شديد يا اخي. ما ممكن زول في ظروف زي دي نحن نتصرف معاه كده يا اخي. تعرف امبارح لما كنا نتكلم مع الواد ده يا اخي الله قلبه وجعني شديد يا اخي.
بعدين الرايح هذا كان زول صاحبنا يا أخي. معقولة؟ تربته ما نشفت زي الناس يا أخي، نمشي نشرد أسرته يا أخي. الكلام ده غلط كبير والله. سبحان الله، الريح ده لما خرج من التاكسي ما كان حرام والله ينقص فيها خيار الفقوس. القمار ده كده يا تلعبوا صح ها يا تخليه. يا أخي ما قلنا حاجة، لكن ده موت، ده موت. دول ده صاحبنا ومات يا مدحت يا أخي. صاحبنا شنو؟ القمار ده ما فيه صاحب، صاحبك قرشك بس. بعدين يا عثمان احنا لما جينا نلعب انت نطيت فوق لعبت معاه وانا براي راس في راس وخرجته. انت عسي مالك يا اخوي؟ دايب والله مالك يا عثمان؟ انا لخبطه معاك ولا شنو؟ ها؟ مالك يا عثمان؟ ما عايته انا ما اعرف يا اخي، لكن والله الكلام اللي بيسوي فيه ده مدحت والله الشيطان ما بيسوي. يا اخ ما داير بيتي يا عثمان. الله يقول عليك في عينك والله. داير بيتين يا عثمان. اعوذ بالله يا اخي، تزعل الشيطان احسن منك. اقعد اشرب كده بس. بركة فيكم يا زين، الله يقويك حبيبي. دوام لله، دوام لله يا عزة. زين أنا حاسة بجواك شديد، حاسة بوجعك يا زين. أنا تعبان شديد يا عزة، الكلام ده فوق طاقتي والله. الله. زين أنت لازم تقوى، أنت زول بتآمن بربنا وبالقدر يا زين، ده قدر ربنا، أنت لازم تقوى. أمك وأخواتك ما عندهم غيرك، عليك الله أقوى حبيبي. عارفة يا عزة، أبوي ده رغم عمايله معاي موت دي وجعتني شديد يا أخي، كسرتني. أبوي مات محروق يا عزة يا أخي، النار دي حارة شديد يا أخي، حيكون يتوجع شديد قبل ما يموت، تخيلي. زين عليك الله ما تعمل في نفسك كده، عليك الله. أنا غسيل ما غسلته يا عزة، غسيل ما غسلته بالحتة غسلته. حول ولا قوة يا زين، يا زين ما تعمل في روحك كده، أنا ما بقدر أتحمل أشوفك كده، عليك الله أقوى، عليك الله. ده كله كون، احنا مفروض نرحل من بيتنا بعد بكرة. ده كلام شنو؟ والله زي ما بقول لك، بخلي بجنبها. شنو تاني؟ أمي يا عزة، أمي لو عرفت إنه أبوي باع بيتنا فيه اللعبة بتاعت قمار ورهنوا والبيت ده بقى ما حقنا. ده كلام شنو؟ كيف يعني باعوا؟ والله العظيم زي ما بقول لك. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا شايل هم أمي هسه، لأنه أمي الدكتور محذرنا، قال حذرنا شديد، قال لا تفرعوها شديد لا تزعلوها شديد. أنا أقول لها خبر زي ده كيف يا عزة؟ أقول لها بيتنا بقى ما حقنا وهي في ظروف زي دي، بتجيها جلطة يا أخي، بتجيها جلطة يا عزة يا أخي. ما عارف أعمل شنو. طيب يا زين اسمع كلامي، كده كده هي حتعرف، وانت ولد الكبير وبتعرف توصل لها الكلام ده كيف، احسن من تسمع من برا. توكل على الله وكلمها، ان شاء الله ما يحصل الا كله خير. الله يهون يا عزة، مش هرجع للبنات. أبوي كيفك؟ هلا عزوز، هلا بيك. ابوي انا داير اتكلم معاك في الموضوع. حاضر، قولي كلامك. شنو؟ ابوي نحن لازم نقيف مع ناس زين يا ابوي، ده اكتر فترة هم محتاجين نقيف معاهم فيها. ما كفاية الحرابة اللي بيناتكم، حمو الريح ومات. بعدين يا ابوي انت ناسي زين ده خطيبي. عزة، أنا ما قلت لك ما تجيبي لي سيرة العيلة دي؟ يا بنتي أنت دايرة تقتليني ولا شنو؟ والله عملت لي مجخار وخمتنا بس ما تتكلمي، خشمك ده ما تفتحيه. أنا زين ده لما وافقت بخطوبتك ده لو ما جدك والله أنا كنت رافض، لكن جدك ده وصيته عشان كده أنا اديتك ردت لك بزين ده. يا ابوي لكن دي ما طريقة نقاش. قومي يا عزة، تفضلي تفضلي قومي. سوي لي شاي معاك. قال زين. الحمد لله الحمد لله على كل حال، الحمد لله الحمد لله. الله يرحمه.
ده شنو؟ سلمى في شنو؟ ما في حاجة شو ده؟ في شنو يا سلمى؟ ما في حاجة يا اخوانا اهدى ما في أي حاجة. هدى يا زين يا هدى يا اخوانا هدى يا زين يا زين شنو هدى اختك يا ولدي. يا اخوانا وجودكم ده خطر عليكم هنا، ما قصرتوا وشكر الله سعيكم. اتفضلوا كتر خيركم يا اخوان. اتفضلوا كتر خيركم. شوفي يا ست النفر، أنا عاوزك تستعدي استعداد تام. من هنا لقدام حيكون في تغييرات في البيت ده. تغييرات؟ بس الجميع عايز تعرس فيني ولا شنو؟ يا ولية عارس فيك شنو؟ يعني بدل ما نجيب فراخ ناكل سليقة، بدل ما نشتري لحمة أعمل سخينة، بدل ما نجيب بيض أطبخ لنا عدس، لأنه أنا خلاص مصدر رزقي انتهى. يعني تاني قرش في البيت ده ما في، لو في أي قرش في البيت ده لازم تعملي له ألف حساب. مصدر دخلك يا تو الدكان حرق ولا شنو؟ تفي من خشمك يحرق بصارينك، يعني إلا تتفالي لي في التفاؤل زي ده؟ دكان حرق شنو يا أخي؟ يا ريت ولا حرق. دقيقة في شنو؟ الريح. الريح منو؟ الريح توفى. الريح منو؟ الريح ده الزبون الوحيد اللي بيحرق عندي. الله يخيبك، هسي بتطلع لي من الصباح وبتجيني نصاص الليالي وزبونك واحد. يعني انا اعمل شنو؟ اي زبون جاي في الدكان يمشي يحلق عين قطعيه. دقيقة نديك فكرة. فكري ليه؟ طيب انت بدل ما تطلب قطعية. سلام عليك. الناس لما يجوا يلقوا قطعية ما حيحلقوا عندك. يا سلام عليك، والله فكرة مجنونة جارنا جن. يا بنتي بخاطر الشيطان ولا شنو؟ قطعية، والله فكرة. شوف يا قطعية، انا اطردك من الدكان واشيل كرسيك تنقش تاني الا تحلق تحت الجهنمية زي ما قالت لي الولية. يا أمي أمي هيا هلا يا بنتي، في شنو يا بنتي؟ يا أمي خلاص البقى أنا بعد 3 يوم لازم أفتش شغل يا أمي. ها؟ زين الالتزامات عليه كتير شديد يا أمي، ما بقدر على براوة. يا بنتي يا بنتي ده كلام شنو بتقولي فيه ده؟ زين اخوك ده لو مات من الجوع ديك دي ما بمد ايده لزول عشان يشيل منه حاجه، وانت واختك ما برضى فيكم الحبه يا بنت. انت دايره تمشي تقول له انا يا زين داير اشتغل وهو يوافق لك؟ مستحيل الكلام ده يا بنت، مستحيل يا أمي. لكن زين ده يصرف على البيت ولا يدفع لي قروش الجامعة ولا يعالج هدى ولا يجيب لك حبوبك، ولا يا أخي حتى خطيبته اللي لها سنين خاطبة دي ما قادر يتقدم لها خطوة واحدة. يا أمي الكلام ده كتير عليه وشديد. يا بنتي يا بنتي امشي تتكلمي معاه، لو هو وافق لك انا والله ما عندي اي مانع يا بنتي، لكن زين اللي انا بعرفه ما بوافق ما بوافق. يا لطيف لطفك يا الله، لطفك. دي كل القصات. طيب بالله عليك الدنيا دي لسه فيها ناس كعبين كده واكتر من كده. طيب يا زين انت حتسوي شنو؟ والله ما عارف يا صاحبي يا اخي. انت عارف انا هسه البيت بقيت ما شايل همه زي ما شايل هم امي. امي الطيب عيانه ما بتتحمل لها خبر زي ده، خاف اكلمها تجاه مضاعفات. الله يا اخوي الله يقويك ويعينك يا اخ، كده نار وكده نار، استخير يا اخوي استخير. الله يهون يا صاحبي. طيب اخوي بعد دام شنو؟ تصبح على الخير، يومك طويل الليله معنا. طيب يا اخوي في امان الله، الله يقويك. تسلم. الله يقويك. يما كيف؟ الحمد لله يا ولدي، انت كيف؟ تمام؟ الحمد لله انا كويس. الحمد لله. اكلت لك حاجه؟ لك الله يا امي عندنا في ياكل منه. ما
معلش يا ولدي، عشان خاطري انا اقول لك اي حاجه عشان تمشي يا ولدي. طب اكل يومين انت اكلتي؟ الحمد لله الحمد لله يا ولدي. امي ايوه انا في الموضوع ده اقوله لك، تفضل يا ولدي قول تفضل. وترددت كتير عشان اقوله لك. سامعك يا ولدي سامعك، قول يا حبيبي. طيب قبل ما اقول أدارك تستهدي بالله، تركزي وما تضغط على نفسك. اسمعيني، أنا يا زين يا ولدي أقول لك حاجة، أنا بعد صدمة موت أبوك دي أنا ما في أي حاجة دي بتصدمني يا ولدي، ما في حاجة بتصدمني. قول يا زين يا ولدي. متأكدة؟ ما هي متأكدة يا ولدي. قول يا حبيبي قول، قول في شنو يا ولدي، ما تقول في شنو يا ولدي. أبويا يا أمي. ماله أبوك؟ أبوي قبل ما يموت بساعة رهن بيت. يعني شنو؟ طيب في شنو في شنو ما تقول الكلام واضح يا زين، في شنو في شنو يا ولدي قول. أبوي مش كل يوم بيمشي بيلعب قمار؟ هاي ما هي عادته كل يوم بيعملها. وقبل كده خرطوا تلفون وخرطوا قروش. خرطوا بيتنا. أبوي كتب بيتنا يا أمي، كتب بيتنا. يعني شنو؟ يا جوني بيل ناس اللي بيلعب معاهم القمار ديل جابوا لي ورقة مكتوب فيها البيت ده بقى ما حقنا، نحن لازم نرحل يا أمي. عندنا يومين بس ونرحل. لا تقول البيت ده بقى ما حقنا نحن. زين يا زين يا ولدي. يا دروب